هذا الفيديو غيكون ان شاء الله توعوي بزاف، حيت كما كنشوفوا هاد السيده وجا عندنا اليوم. الخدمه ديالي كنهز تقول المجال ديال البني. بديت كنحس هنايا كما قلت لك في الاول فقره L5 L4 والاس 1 كيضروني. ومن بعد كنحس بان هاد الرجله هادي كامله كتنمل لي، شدك بحال شدك السياتيك الرجل الليسريه. وبقيت كنتبع على برا بزاف ديال نقول الاطباء، ولكن ما كنواظبش. دابا المشكل ديالك انت هو انك كما قلت عندك الطوموبيل كتصوب بزاف. الطوموبيل محدوره عذباتني حتى مع انه كيدير العلاجات ولكن ما كاين حتى نتيجه. هادشي اللي كنبغي نوصل للناس، راه ماشي مهم هو انك تدير العلاج الا ما كانش الوقايه من عندك نتايا. صح، الوقايه مهمه. وراه كان كيدير العلاجات ولكن ما كنزوش على شحال من حاجه. نشوف العضلات الظهر عنده لقيتهم ضعاف بزاف، زائد ان عنده هاد الجهه هادي جينا نشوفوها هنايا. شوف الجهه كتبان لكم انها منفوخه شويه على هذه الجهه اللي فيها المشكل. انا عنده واحد الميلان في الاتجاه، زائد العضلات هنايا جلودين هنايا عنده شويه الالتهاب. هنا عنده شويه الالتهاب، ولكن هنا كاين مشكل حتى من البالبيشن لقاو عنده مشكل. يعني الطريقه باش كان كياخذ العلاج وحده ما كافياش. هو نورمالمون خاص يدير الرياضه يعاون بها، كاين حركات كاين تمارين خاص يخدمهم، يخدم على الحوض، يخدم العضلات ديال الكور كاملين، ويخدم العضلات ديال الظهر والقداميين. هذا هو المشكل اللي كنبغي نوصل للناس. قلت لكم فيديو توعوي، خاص الانسان يعرف بانه راه ماشي مهم هو تشاهد المعالج يخدم معك. المعالج كيلعب دور كبير، ولكن انت راه خاصك تلعب دور كبير مع راسك في الحياه ديالك. تعرف كيفاش تجلس مقاد، تحرك مقاد، دير الرياضه، تعاون راسك بزاف د الحوايج، وصل نتيجه مزيانه. غندير صباعي هنايا، شوفوا الحركه ديال الحوض عندك كيف دايره. اليسريه طالع الفوق، انا شو صبعي في طالع، شو ديال الجهه ديال اليمين في الهبط. كما قلت لك قبيله عندك مشكل في الحوض، عندك دوران وميلان في الحوض، لي موفيز بوستير، كتجلس معوج وما كتحركش مقاد. كما قلت لك شي وقت دير مثلا دير الكيروبراكتور ودير التقويم ما يعطيكش نتيجه، حتى شي كيرجع عاوتاني. حيت الاساس شنو هو خصنا نخدموا عليه؟ عضلات اللي غيقادوا لينا الحوض وغيثبتوا لينا في واحد الوضعيه صحيحه ومزيانه، هما اللي خصنا نخدموا عليهم. هذا هو الخطا اللي طرا لك انت. العلاج ديالك ما كانش موجه جهه العضلات اكثر، كان موجه جهه المفصل. هنايا دابا هذا طالع ولا طاس. دابا هاد الجهه عندك على الضغط كثير، الجهه اليسريه على ضغط كثير على هنا. انت غتشوف الفيديو غيبان لك علاش كنهضر. وشحال واحد كيسولني واش منرس راك كتمشي عرج كتعرج. هادو هما اللي سين اللي كتعطي عليا انا بزاف ديال واش انت مهرس لانك كتمشي عرج. قالت لك هادشي كيبغي برنامج علاجي وكيبغي الرياضه، وهذا الشيء كيبغي نوصلوا الناس ما كيفهموش هادشي اصلا. لانه كيجي عندك ما فاهم حتى حاجه، اللي كتقول لي خاصك تعاون راسك بالرياضه داكشي كيسحب لي راك كتضحك عليا ولا ما عرفتش. راه ما خدمتش على راسك، راه مشكله ما وصلتش لنتيجه مزيانه. غير بغيت شي حاجه هكانيه عاود حنا دير الحركه اللي درتي دابا عند راسك. دابا تهبطتي مقاد دابا؟ لا، علاش ملتي على الجهه بزاف وعاد هبطتي؟ ما عرفتش الحركات هكا. وهذه اصلا الحركه ماشي صحيحه. واش هكا كتهز ديما؟ تنقول لك انا دابا كيفاش كنهز انايا، ولكن بعد ما كتبع دير اخطاء. راه الشيء اللي قلت لك دابا الطريقه باش هزيتي ماشي صحيحه. ماشي درتي دوران والتواء ديال الفقرات وهبطتي، يعني هذا مشكل. عوض انك تهبط مقاد بظهرك هكا وطلع بغيتي ميل كامل هكا، هذا مشكل في حد ذاته. حيتاش تكون في الخدمه ومزروب وما تكونش في بالك لا مريض لا والو. علاش نقول التوعيه راه اهم حاجه. باللاكريوبات الاول شنو هي؟ هذوك لي كريوبات الترطيق. ومشيت في هذاك حتى ما بقاش كيعجبني. شحال ما حس داك بزاف المرات بزاف. هذه ما كاين حتى شي حاجه. يعني المشكل ماشي كيروبراكتور ولا اوستيوبات، المشكل هو الحاله ديالك شنو خاصه. هو السبب على جيت راه هادشي اللي بغا نوصل لك. الحاله ديالك ما خاصكش كاع الترطيق. انا ما نخدمش كاع على العظام، ما غنتوشيش كاع، بما ان المشكل عندك كامل غير في العضلات. المشكل في الهيكل العضلي عندك ما بقاتش. كاين عضلات متشنجه، عضلات ضعيفه، عضلات خاصها تخدم، خاص وضعيه الجلوس ديالك تكون قاده، كيفاش تخدم، كيفاش تحرك في الحياه اليوميه ديالك. هذا هو ليسونسيال اللي غنخدموا عليه. فهمتي؟ بحال المغاربه عندنا مشاكل غير في الطريقه باش كنجلسوا باش كنخدموا، وما كاينش الرياضه. هذا هو اللي كيأثر على الناس. يعني خاص واحد البرنامج علاجي يكون مبني على هادشي. راه كما قلت لك وقت دير الكيروبراكتور كتضرب واحد الايامات كترجع عاوتاني كي كنتي.